كان عندك كام سنة لما عرفت إن اسمها كافي غيري شري مش كافي خيري شري؟ كان عندك كام سنة لما عرفت إن اسمها طور الله في برسيمه مش طور الله في برسيمه؟ طب كان عندك كام سنة لما عرفت إن المقابر بتخوف؟ أنا عرفت وأنا عندي 6 سنين. كانت الدنيا ضلمة برا. يوم ما حد جه خبط على باب العشة اللي قاعدين فيها، أبويا قام من وسط العشا وفتح له. أبويا صوته عالي وشد مع الراجل شوية، وبعدها دخل ولبس جلابيته بسرعة. مسكت في جلابيته عشان أروح معاه، شد الجلابية من إيده وطلع بسرعة. أمي كانت في المطبخ وإخواتي على الطبلية متحركوش. رحت عند الباب وطلعت بصيت عليه، لقيت ناس تانية جم ومشيوا لغاية المقبرة التالتة على الشمال. كانوا شايلين كلوبات النور في ايديهم. انا فضلت واقف عند الباب شوية وبعدين رحت لهم. عيل صغير محدش خد باله منه في وسط الضلمة وزحمة الرجالة. دخلت من باب المقبرة عشان ادور على ابويا في وسطيهم. لا طبعا ما كنتش خايف وقتها. انا من يوم ما اتولدت وانا عايش في المقابر. ما كنتش لاقي ابويا فيهم، بس لقيت القبر مفتوح. قلت يبقى اكيد ابويا جوه. نزلت على السلم بشويش، سمعت صوت ناس تحت وشفت نور الكلوبات. كملت نزول وانا بقول ان ابويا اكيد تحت. كانوا في اوضه جوه وشفت ابويا، كانوا بيزعقوا مع بعض. بصراحه وقتها خفت اقرب منه لا يزعق لنا كمان. قعدت في ركن محدش يشوفني فيه، وقلت لما ابويا يجي طالع هطلع معاه. فتحت عيني والاول لحظه حسيت اني اتعميت، بس لما ايدي لمست الارض عرفت انا فين. شويه بشويه بدات افتكر انا عملت ايه. قمت اتنفضت من نومتي وفضلت قاعد مكاني على الارض، دموعي بتنزل لوحدها، وبدات انادي على ابويا. بابا بابا ابويا. ممكن يكون لسه ممشيش، ممكن يكون لسه بره. اكيد ملحقش يمشي هو وكل الرجاله اللي معاه ويقفلوا عليا القبر المقبره ويسيبوني لوحدي. محدش بيرد ليه؟ محدش شافني هما طالعين ازاي؟ مين بيتكلم؟ كنت بصرخ بس صوتي ما خرجش، صوتي راح. بصرخ من غير صوت. كنت بنادي على ابويا، على امي، على اخواتي، على اي حد، بس صوتي مش سامعه. مش سامع غير صوت الجر، حاجه بتتجر على الارض وبتهز ارض القبر كله تحتيا وهي جايه ناحيتي. انا مش شايف حاجه ومش عارف حتى اتكلم. بعدها شفته جاي ناحيتي بشويش، وبعدين وقف. كتله سودة سوادها اسود من سواد ضلمه القبر. انا اتشليت مكاني، ما كنتش قادر اتحرك، بس جسمي ما كانش ليه اي علاقه بيا. عينيا مش قادره تنزل من عليه. ايدي بدات تحفر في ارض القبر بسرعه رهيبه. كنت بهبش الارض بضوافري. كنت حاسس بوجع ايدي وانا بتعور من الارض، بس ما كنتش عارف اوقفها. وبعد ما عملت حفره جسمي اتحرك لوحده ونام فيها. حسيت بألف سكينه بتخرج من الارض وتدخل فيا. جسمي كان كله بيترج كأني بتكهرب. حسيت اني بموت. صرخت قوي، واخيرا صوتي طلع مع باب القبر وهو بيتفتح ونور بجد ظهر. واول ما سمعت صوت ابويا بين الرجاله ما حسيتش بحاجه. فتحت عيني لقيت نفسي في فرشتي، وامي قاعده جنبي بتعيط وبتقول لابويا انه هو السبب في كل اللي بيحصل لنا. طلبت منهم ميه، قام ابويا بسرعه يجيب لي الميه، وامي خدتني في حضنها. بعدها قعدوا يسالوني عن كل حاجه، بس انا ما كنتش قادر اجاوبهم غير باجابه واحده بس. مش فاكر اي حاجه. طب انت ايه اللي عورك في جسمك؟ معرفش. طب ليه حفرت في الارض وعورت ايدك؟ معرفش. ليه نمت في الحفره؟ معرفش. ليه ما ناديتش على ابوك وهو كان طول الوقت مع الرجاله بره؟ كان نفسي اقول لها اني ناديت كتير وان بعدها صوتي راح، بس لقيت نفسي بقول لها معرفش. طب ايه اللي حصل؟ مش فاكر. ما كانش بمزاجي، كل حاجة كانت في دماغي وفاكر كل حاجة، بس ما كنتش قادر احكي. باجي في اللحظة اللي هحكي فيها والاقي نفسي فعلا نسيت كل حاجة. لولا الطاقية بتاعتك اللي ابوك شافها على باب القبر من بره
ما كانش فكر انه يفتح القبر تاني ويدور عليك. عيطت، خدتني في حضنها ونمت. اللي حصل غيرني وغير فيا كتير. بقيت بخاف انام من الكوابيس اللي كنت بحس اني مش هصحى منها. صوت صريخي بالليل كان بيصحي المقابر كلها، بس الوقت كفيل بدفن اي خوف. بدأت بصعوبة وبعد ضغط من أمي أنزل ألعب مع العيال تاني بعد ما كنت خايف أسيب العشة. بدأ يرجع نومي ينتظم بعد ما بتهلك في اللعب يوميا. أهم حاجة إني استحالة أروح ناحية المقبرة، والسنين عدت. كان عندي 14 سنة. راجع بالليل لوحدي بعد ما خلصنا لعب وكل واحد روح على بيته، والمقابر شوارعها ميتة زي المدفونين فيها. لما كنت بعدي على المقبرة إياها كنت بتعمد مبصش ناحيتها. كان لازم أحس بقرصة في قلبي وأنا معدي من قدامها، بس المرة دي كان بابها مفتوح. جسمي كله تراش وأعصابي ثابت. بصيت في الأرض كأني ما شفتهاش ومدت جامد. ما كنتش شايف غير الأرض وأنا بمد جامد كأني بجري لغاية ما لقيت قدامي القبر مفتوح. كنت خايف أرفع عيني من على الأرض وأشوف أنا فين، بس من صوت باب المقبرة وهو بيتقفل عليا عرفت أنا فين. حطيت إيدي على ودني عايز أمنع الصوت، بس الصوت كان زي ما يكون جوايا. أنا سامعه من كل اتجاه ومن كل حتة، وبدأت أحس بدم نازل من كل جسمي وبيجري ينزل في القبر المفتوح. الدم كان نازل من أول راسي ومغطي عينيا. مسحت عينيا بسرعة وجريت ناحية باب المقبرة. حاولت أفتحه ما فتحش. قعدت أخبط بإيدي ورجلي وأصرخ عشان حد يلحقني. شوية وبدأت أحس بصوت خطوات من ورا ظهري، خطوات ثابتة تقيلة كأن حد بيجر رجله فوق التراب مش بيمشي عادي. زادت الهستيريا اللي عندي وأنا عمالة أخبط على الباب وأرزع فيه بكل جسمي تقريبا لحد ما حاجة لمست ظهري. اتنفضت واتدورت بظهري وانا عيني مبرقة ومش منطق ولازق ظهري على باب المقبرة. مالك يا ابني بتخبط على المقبرة كده ليه؟ نزل عليا كلامه زي القلم على وشي. بعدت بسرعة عن باب المقبرة وبصيت عليها. أنا برا المقبرة مش جوه. اتدورت تاني للراجل ما لقيتهوش. طبعا خدت الطريق جري لغاية البيت ومن غير ما ابص ورايا. وصلت بيتنا ودخلت بسرعة وقفلت الباب ووقفت وراه وانا من كتر الجري مش قادر اخد نفسي. امي جت على صوت قفل الباب واول ما شافتني صرخت. امي صرخت لما شافت ان كل جسمي وهدومي دم. امي صرخت من منظر عيني اللي كانت بتلف في كل اتجاه. امي صرخت لما وقعت من طولي قدامها. حياتي كلها اتغيرت بعد كده. كل يوم أصحى من النوم مفزوعة على صوت الوشوشة اللي كان في القبر. ساعات كنت بلاقيه واقف عند باب الأوضة بنفس سواده اللي أسود من أي ضلمة، ولما صرخ صوتي ما يطلعش. ساعات كنت بفوق على إيد أبويا أو أمي وهما بيصحوني وأعرف منهم إني كنت بتنفض في السرير وأنا نايم. ساعات كنت أصحى ألاقي نفسي قاعدة على الأرض بحفر في أرضية العشة بإيدي الاتنين وألاقي الدم خارج من إيدي ومن ضوافري. وساعات كنت أصحى ألاقي دم خارج من جروح في جسمي. ومرة صحيت لقيت بقي كله متعور واسناني في منها متكسر، لحد ما في يوم لقيت الباب خبط. أمي قامت دخلت إخواتي في أوضة جوه وقفلت الباب عليهم، وأبويا قام فتح الباب. لقيت واحد من صحاب أبويا داخل ومعاه شيخ. اسمي قمر، بس تقريبا الكل نسي الاسم ده لأن كل الناس بيقولوا لي يا أم حسن، عشان ابني الكبير حسن. ابني الوسطاني علي حاله اتشقلب من ساعة ما خرج ورا أبوه بالليل وراح ورا المقبرة، مقبرة الهم والغم. علي اتحبس في القبر دقايق، بس من بعدها حاله اتشقلب ومش عايز يقول على أي حاجة من اللي حصلت معاه. عدت سنين على الموضوع ده وكان بدأ يتحسن، لغاية ما لقيته في يوم وهو راجع بالليل غرقان دم وعينيه زايغة منه ومش بينطق. ومن وقتها وحاله في النازل، وكان لازم ندور على شيخ. ياما قلت لابوه ان موضوع القبر ده مش هيعدي، بس ما كانش راضي يسمع لي لحد ما شافه بعينه. علي ايده باظت من كتر الحفر في أرضية أوضته. ساعات كنا بنمنعه وكتير ما كناش بنشوفه،
لدرجة إني جربت أربط إيده بالليل وهو نايم، ونمت جنبه لا يعوز يشرب بالليل وما يعرفش. صحيت من النوم على صوت غريب، قمت قعدت على السرير وبصيت عليه، لقيته قاعد على الأرض وعينيه كلها بيضة. كان باصص عليا وعمال يعض في الحبل اللي على إيده، وسنانه وبقه غرقانين دم من الحبل. كان شبه الحيوانات مش البني آدمين. كتمت صرختي وقمت بسرعة ناديت على أبوه. عقبال ما أبوه صحي وجه، كان علي قاعد على الأرض بيحفر في الأرض وقطع الحبل، وبقه ووشه غرقانين دم، وبصلنا بعينيه البيضة وابتسم ابتسامة زي الشياطين، لدرجة إني حسيت إن بقه هيتقطع من الجناب. أنا اتشليت في مكاني. أبوه اللي جري وشاله بسرعة وبدأ يقرأ عليه قرآن، والواد كان بيرتعش في إيده لحد ما هدي ونام. تاني يوم الصبح علي جالي المطبخ وسألني هو إيه الدم والجروح اللي في بقي دي. قلت له يعني أنت عارف ليه جسمك كله ساعات بيشلب دم لما مستغرب على بقك المتعور؟ سابني ومشي، وأنا اتضايقت من نفسي. هو الواد ذنبه إيه؟ بس أنا طبعا من اللي شفته معاه معرفتش أنام. قلة النوم مع القلق والخوف كانوا مخليني زي المجنونة. رحت له وخدته في حضني وقلت له هتتحل، أكيد ليها حل طول ما لينا رب اسمه الكريم. معلش يا ابني. واحد من صحاب أبو حسن قدر يعتر لنا في شيخ بيقول إن الناس بتشكر فيه قوي وبيقولوا عليه واصل. يا مسهل الحال. جه صاحبه وجاب معاه الشيخ. أنا قمت دخلت باقي العيال جوه أوضتهم اللي سابوها من ساعة اللي حصل لعلي، عشان كانوا بيخافوا منه وبقوا يناموا في الصالة أو معايا في الأوضة، وقفلت عليهم الباب. وأبو حسن كان فتح للناس الباب. دخل صاحبه ومعاه الشيخ وقلع شبشبه عند الباب. علي كان قاعد باصص للشيخ بنظرة غريبة جدا، نظرة نار وكره، وما كانش بيحرك عينه من عليه. الشيخ قاعد جنب علي على الكنبة وبصله هو كمان، وهو عمال يقرأ حاجات بصوت واطي ويسبح على سبحة كبيرة في ايده. كلنا كنا ساكتين، ما كانش طالع غير صوت الهمهمة اللي طالع من الشيخ. علي كانت نظرته كلها تحدي، وبعد ما كان قاعد ساند ظهره على ظهر الكنبة قام وقعد واتدور ناحية الشيخ وفرد ظهره قوي، وراسه رجعت لورا قوي مرة واحدة لدرجة اني حسيت ان رقبته اتكسرت، وبعدين رجعها وكان رافع راسه لفوق زي اللي بيتعالى وبصص للشيخ بمنتهى الاحتقار. بقه بدأ يتعوج زي اللي قرفان من حاجة، وكل ده الشيخ ما بطلش، بس فجأة سكت وبدأ يتكلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه كنت هرد السلام، بس صاحب أبو حسن شاور لي بإيده إني أسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا سلام ولا رحمة. يا نهار اسود، ده صوت مين؟ ده مش علي ابني، ده مش بني ادم اصلا. ابني فين؟ الشيخ شاور لنا بايده عشان محدش يتحرك ولا يتكلم. علي نزل راسه وكان باصص بمنتهى التحدي للشيخ، وعينيه مبرقه قوي لدرجه انها قربت تبقى دايره. وفجاه عينيه اسودت كلها، ما كانش فيها الابيض اللي في عينينا، كانت كلها سودة. وبدأ يبتسم بجنب بقه. اسمك ايه؟ علي. انا مش عايزه اذيك. القيت عليك سلام المؤمنين وبدأت بالسلام عليكم. تلعب معايا؟ انا احفر وانت تدفن. حي. وفي اقل من الثانيه لقيت علي نط على الارض، النور بدأ يطفي وينور، محدش فينا قادر يتحرك من مكانه. سامعين صوت أنين الشيخ ومش قادرين نتحرك من مكاننا كأننا اتربطنا في أماكننا. ولما النور انتظم وبدأنا نستوعب اللي حصل، الشيخ كان مدفون في أرضية العشة، وعلي قاعد جنبه على الأرض بينهج وإيده كلها دم، وصوت وشوشة غريب طالع منه، وعمال يحرك راسه بطريقة عصبية مع الصوت. قمنا بسرعة وبدأنا نحفر في الأرض عشان نطلع.
جثة الشيخ اللي كانوا بيقولوا عليه واصل. هنعمل ايه؟ ابو حسن قال احنا هندفنه في اي مقبرة ومحدش هيحس بحاجة. صاحبه قال له ان كل الناس عارفة انه سأل عنه، ومعنى كده انه هيبقى المتهم الاول لما يبدأوا يلاحظوا ان الشيخ اختفى. زعقوا مع بعض وابو حسن صمم على كلامه وانه مش هيبلغ البوليس، وبصراحة كان عنده حق. صاحبه سابه ومشي وقال له ان لو البوليس سألوا عن اي حاجة هيقول الحقيقة، وانه مش هيودي نفسه في داهية عشان خاطر حد. علي كانت كل نظراته متركزة على صاحب ابوه، وكان جايب راسه على جنب كأنه بيتفرج عليه، وعلى وشه ابتسامة استهزاء فيها شر الدنيا كله، بس ما اتحركش من مكانه على الأرض. المهم قمنا أنا وأبو حسن، فضيت شوال الرز اللي في المطبخ وجبته ليه، وقدرنا نحط جثة الشيخ جوه الشوال. استنينا لما الوقت اتأخر أكتر، محدش بيمشي في المقابر في الوقت ده أبدا. جاب مفتاح المقبرة وطلعنا أنا وهو وجرينا الشوال على الأرض. وصلنا المقبرة التالتة على الشمال، مقبرة مهجورة. فتح الباب ودخلنا وقفلناه ورانا. حتى صاحبه لو بلغ احنا هننكر، والبوليس مش هيعرف دفناه في انهي مقبرة. ابو حسن فتح القبر وبدأ يجر الشوال لحد القبر المفتوح، وبعدين نزلنا السلم. وصلنا لأرضية القبر وفضينا الشوال اللي معانا. ابو حسن ظبطه في اتجاه القبلة، بس وهو بيتحرك رجله خبطت في حاجة على الأرض بعيدة شوية عن جثة الشيخ. طلع موبايله ونوره، كان فيه جثة جديدة أبو حسن ما يعرفش عنها أي حاجة محطوطة على وشها. بصلي وكانت عينيه كلها رعب، وده كان كفاية بإنه يرعبني أنا، لأني عمري ما شفته خايف. ده تربي، يخاف إزاي؟ قال لي إن هو الوحيد اللي معاه مفتاح المقبرة دي، وكان صوته بيرتعش. طبطبت على دراعه وقلت له يلا نمشي، بس هو قلب جثة الراجل على ظهرها. حطيت ايدي على بقي عشان ما اصرخش، وهو اتنفض لورا لدرجة انه وقع على الارض. الجثة كانت جثة صاحبه اللي كان لسه معانا. الجثة كانت غرقانة دم كأنها متقطعة، وعينيه متشالة ومكانها حفرة سودا. ابو حسن قام ومسكني من دراعي عشان اقدر اتحرك، هو بيرتعش وانا بتنفض، وماشيين نتسند على بعض، وبدأنا نطلع السلم لفوق. بابا. ابو حسن وقف وانا اتشليت تقريبا. الصوت كان جاي من الأوضة اللي جوه القبر. قلت له يلا نمشي، مفيش حد هنا وانت عارف. بابا. أبويا. وباب القبر اتقفل من فوق. ابو حسن فجأة انفجر في العياط، وقعد يضرب في نفسه ويقول انا السبب، بس انا ما كنتش اعرف، والله ما كنت اعرف. فقت على ايد ابو حسن وهو بيهزني جامد وبيزعق فيا وبيسألني وقفتي ليه. كنا لسه طالعين على سلم القبر والقبر مفتوح عادي. هزيت راسي كأني بفوق نفسي وطلعت معاه، وخرجت من القبر وقفل ورانا، وطلعنا وقفلنا المقبرة ورانا وروحنا. علي كان نايم على الكنبة اللي في الصالة. فتحت الباب على اخواته لقيتهم نايمين في السرير. ما قلتش لابو حسن على اللي انا شفته واللي انا لسه مش فاهماه لحد دلوقتي، بس هو دخل غسل ايده ووشه ودخل الأوضة عشان ينام. دخلت وراه نمت في السرير. هو نام بس انا معرفتش انام. انام ازاي؟ ده لسه جدتين نازلين القبر بسببنا النهارده. معرفتش اني نمت غير لما صحيت على صوت غريب جاي من الصالة. علي. مديت ايدي صح ابوه عشان يجي معايا، بس ما لقيتوش جنبي. قمت بسرعة من السرير وفتحت باب الأوضة وطلعت. كان ابو حسن قاعد على الارض بيحفر، وجنبه طفل ملفوف بقماش ابيض غرقان دم. خلص حفره ومسك الطفل وحطه في الحفرة وبدأ يردم عليه. الطفل كان بيستنجد بابا. وبدأ يتلوى في الحفرة لأنه متكتف بالقماش، بس ابو حسن ولا كأنه كان شايفه ولا سمعه. انا ما كنتش قادرة اتحرك، بس كنت متثبتة في مكاني ولا حتى صوتي كان طالع، لحد ما ابو حسن خلص وردم على الواد. لسه صوت عياطه طالع مكتوم من تحت التراب. ابو حسن عدى من جنبي وكانت عينيه مطموسة كلها بيضة، ودخل الأوضة ولا كأنه شافني.
أنا قدرت أتحرك وجريت على المكان اللي فيه الولد وقعدت أحفر عايزة أطلع الولد. لسه سامعة صوته، الواد هيموت. ما كانش هاممني إيدي اللي عمالة تتعور من الحفر، ما كانش هاممني الدم اللي بدأ يخرج من إيدي من كتر ما ضوافري اتشالت، لغاية ما جسم الولد بدأ يظهر. شلت التراب من على وشه بسرعة وبدأ ربنا إنه يكون لسه عايش لقيته علي ابني. قمت بسرعة وانا جسمي كله بيرتعش، جبت مية وغسلت له وشه. بدأ يفوق، وأول ما فاق انفجر في العياط واستخبى في حضني، وانا حضنته كأني كنت عايزة ادخله جوايا. ابني وكنت هخسره في ثانية. قعد يسألني في وسط دموعه هو ليه بيحصل له كده، بس انا كمان كنت بعيط لاني مش عارفة ليه بيحصل له كده، مش قادرة اعمل له حاجة. ساعدته وقومته ونيمته على الكنبة وفضلت جنبه لحد ما نام. بس افتكرت حاجة، الطفل اللي كان جنب ابو حسن ما كانش علي، كان طفل صغير، وكانت القماشة اللي ملفوف فيها غرقانة دم. مين الطفل ده؟ دخلت الأوضة وكان ابو حسن نايم في سابع نومة. قعدت جنبه على السرير وفضلت بص عليه، خايفة يقوم من جنب تاني يعمل حاجة في الواد، لحد ما غلبني النوم غصب عني وانا قاعدة. صحيت على صوت عياط طفل. فتحت عيني لقيت سواد، انا مش شايفة حاجة، اكونش اتعميت. كنت نايمة على الارض. قمت وانا مادة ايدي قدامي. مين اللي بيعيط؟ بابا، ابويا. انت فين؟ كنت ماشية على صوت عياط الولد الصغير. اتكعبلت في حاجة على الارض ووقعت على وشي. قمت بصعوبة وانا حاسة ان وشي كله جاب دم. مديت رجلي على الارض، كانت جثة. شديت رجلي تاني بسرعة وانا برتعش. انا ما بقتش عارفة اللي نزل على وشي وعينيا دم ولا دموع. انا ايه اللي جابني هنا؟ رحت عند الحيطة ومشيت وانا ايدي عليها على صوت الولد. وصلت المدخل الأوضة تانية وشوفته، كان واقف في ركن الأوضة ومديني ظهره وبيعيط بانهيار. طفل صغير عنده حوالي 6 سنين، ملفوف بقماش أبيض كله دم. أول ما رجلي خطت جوه الأوضة سكت وبطل عياط، وبدأ وبعزم ما فيه يخبط راسه في الحيطة ويصرخ. جريت عليه، وقبل ما أوصل له بطل يخبط راسه في الحيط. أنا كمان وقفت مش قادرة أقرب منه، خايفة. أنت بتعمل إيه هنا؟ اتحبست. أنا ممكن أطلعك؟ تلعبي معايا. وبدأ يتدور لي ببطء. صحيت من النوم وانا مش مصدقه اني لسه عايشه. كنت حاسه اني مش عارفه اتنفس، وانفجرت في العياط لما اطمنت اني في سريري، بس ما كانش حد جنبي. والغريب انا محدش صحي على صوت صرختي. شلت الغطا من عليا عشان اقوم من السرير اشوفهم فين واجيب لنفسي شويه ميه، بس لقيت السرير كله تراب. لقيت رجلي مكان ما اتكعبلت متعوره، لقيت هدومي كلها تراب، ولقيت القماشة اللي غرقانة دم اللي كانت ملفوفة على الولد محطوطة جنبي على السرير. خدت القماشة وطلعت من الأوضة زي المجنونة أدور على أبو حسن. ما أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. لقيته نايم على الكنبة مكان علي، وعلي مش موجود. قلبت الدنيا في العش على علي، ما لقيتوش. رجعت له تاني وصرخت فيه: ابني فين؟ قام قاعد على الكنبة وباصص لي زي ما يكون مش فاهم. رميت القماشة في وشه وصرخت فيه: ابني فين؟ علي كان نايم على الكنبة وانا كنت نايم جوه. عملت ايه في ابني؟ ما عملتش حاجة، ده ابني. انتي اتجننتي؟ ايه الدم اللي على الارض ده؟ كان في خط من الدم على الارض، مكان حاجة بتتجر. ارض العشة كانت بتتجر عليها حاجة بينزل منها دم. بصيت له، لو النظرات بتحرق كان ولع قدامي. كان قاعد بيرتعش وباصص لي ومش فاهم. جلبيته عليها تراب وآثار دم ناشف. القماشة كانت واقعة على الأرض تحت رجله. جريت عليها ومسكتها ورميتها عليه وسألته: ايه دي؟ أول ما مسكها بإيده الدم الناشف اللي عليها اتحول أحمر،
لدرجة إنها بدأت تنقط دم على جلابيته وانفجر في عياط. قوم نروح نشوف الواد فين. قام هو وانا وطيت خدت القماشة اللي وقعت منه وخد مفاتيحه وطلعنا انا وهو نجري من العشة. جريت وراه وهو كان عارف الطريق كويس قوي. راح على المقبرة اياها وفتح الباب بالمفتاح، واول ما دخلنا القبر اللي فيها كان مفتوح. بصيت له من غير كلام نزل جري على السلم بتاع القبر. كنت سامعاه بينادي على علي، كنت سامعاه وانا بطلع السكينة اللي خبيتها في هدومي وانا خارجة من العشة وراه. عرفت من صوته انه لقى علي، وكنت عارفة انه هيلاقيه. شوية وظهر وهو ساند علي على كتفه وبدأ يطلع بيه سلم القبر. لما طلع فوق ساعدت علي عشان يطلع، والحمد لله عايش. ومن غير ما افكر ضربته بالسكينة في وشه بكل قوة الخوف اللي كانت جوايا، ووقع تاني جوه القبر وحدفت عليه القماشة اللي عليها الدم. عملت ايه؟ من وسط دموعه ودمه بدأ يتكلم. ما كنتش اعرف انه عايش. رجب جابه غرقان في دمه وقال لي انه خبطه بالعربية ومات، وانا دفنته. ما كنتش اعرف انه عايش. ما كنتش اعرف انه عايش غير لما جولي بالليل عشان الاصوات اللي كانت بتطلع من القبر. ما بطلش ينده على ابوه، ولما فتحنا القبر كان مات. هو كان بيتكلم وبيحكي، وانا كنت شايفة الولد جاي من وراه. بابا تعالى العب معايا. والقبر اتقفل لوحده. العيشة في المقابر مر. مع الوقت بيموت إحساسك بالحياة، بتبقى زيك زي الجتت اللي بتنزل القبور. الموت بيبقى عادي ما يخوفش، بالعكس موتهم بيبقى رزق لينا. بره بيقولوا كل عيل بيجي برزقه وبيفرحوا بيه، لكن عندنا كل ميت بيجي برزقه وبرضه بنفرح بيه. كان عندك كام سنة لما عرفت ان في حاجات بتخوف اكتر من الموت؟ انا احفظ. لو ما دفنتش حد حي تبقى لسه ما عرفتش. حي تلعب معايا.